في فيلا الساحل الشمالي الجريمة كانت كاملة. مفيش كسر، مفيش مقاومة، والجثث موزعة في غرف النوم بدقة مرعبة. المقدم محمد شايفها انتحار جماعي، لكن خالد خبير البصمات شاف اللي محدش قدر يشوفه بلمسة واحدة لسلاح الجريمة. الحقيقة ظهرت. القاتل وما كانش غريب، القاتل كان الانعكاس اللي جوه المراية. هل فعلا حزننا المكبوت ممكن يصحي القرين ويخليه ينهي حياتنا بدم بارد؟ وهل المرايات مجرد ازاز ولا بوابات لعالم بيراقبنا في صمت؟ الجو في الفيلا كان تقيل، مش بس ريحة الدم اللي نشف على الأرض الرخام، لأ، ده كانت فيه ريحة رعب ما كانتش مفهومة. المقدم محمد حط ايده على وشه. ده رابع مرة العيلة متدبحة بالشكل ده وفي الشهر ده وبنفس الطريقة. الأب والأم والبنت والولد الصغير كلهم في أوض نومهم، وكل واحد جنبه سكينة. مفيش أي كسر، مفيش أي مقاومة، كأنهم ذبحوا نفسهم. بس مين يصدق الكلام ده؟ يا حضرة الضابط، الأستاذ خالد وصل. خالد ده خبير البصمات والأدلة الجنائية. كان شاب في أواخر التلاتينات، بس شعره بدأ يشيب بدري من اللي شافه في شغله. خالد ما كانش مجرد خبير بصمات عادي، خالد كان عنده موهبة. لما يلمس أي أداة جريمة بيشوف آخر 5 دقايق في حياة الضحية. حاجة كده زي كاميرا زمنية شخصية شغالة جوه دماغه. بس هو طول عمره بيخبي الموضوع ده، لأن مين هيصدقه أصلا؟ محمد سلم على خالد وقال له: المرة دي الموضوع أبشع يا خالد، عيلة السفير كلها الله يرحمه. خالد هز راسه ودخل الفيلا. النور الطبيعي كان قليل، كأن البيت نفسه رافض يشوف اللي حصل جواه. وصل أوضة نوم الأب الحاج كمال السفير. جثته كانت مرمية جنب السرير، وسكينة المطبخ مغروزة في قلبه. خالد طلع جوانتي جديد ولبسه، ومد ايده بتردد علشان يلمس السكينة. عادة لما بيلمس السلاح بيشوف الضحية وهي بتصرخ، بتجري، بتحاول تقاوم. لكن المرة دي الصورة اللي ظهرت في دماغه كانت أغرب وأبرد من أي مرة. شاف الحاج كمال واقف قدام المراية الكبيرة اللي في الأوضة. المراية كانت قديمة، بروازها ذهبي متآكل. الحاج كمال كان بيبص في المراية وملامحه هادية مش مرعوبة. وفجأة شاف ايده بتترفع لوحدها، السكينة بتلمع وتتغرس في قلبه. بس اللي خض خالد ان صورة الحاج كمال اللي في المراية كانت بتضحك ابتسامة عريضة باردة جدا، ونظرة عين كلها شر. خالد سحب ايده بسرعة كأنه اتكهرب وقال: ايه ده؟ تمتم بصوت واطي. في حاجة يا خالد؟ محمد سأله وهو بيلاحظ تغير لونه. لا 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 ابدا، بس المنظر صعب شوية. خالد كذب، مع انه ما بيعرفش يكذب، وراح لأوضة الأم مدام شادية. نفس المشهد، سكينة في قلبها والمراية الضخمة اللي على دولاب التسريحة. لمس السكينة وشاف مدام شادية بتبص في المراية. صورتها في المراية كانت بترفع السكينة وتذبح نفسها. وابتسامة المراية المرة دي كانت أوسع وفيها نظرة انتصار غريبة. الخوف بدأ يتسلل لقلب خالد بجد. عيلة السفير ما قتلتش نفسها، المراية هي اللي قتلتهم. بس ده كلام مجانين، مين هيصدق خبير بصمات بيقول ان المراية بتقتل؟ راح لأوضة البنت مروة اللي كانت في أول العشرينات. الأوضة
كانت مليانة أدوات مكياج مرمية على الأرض، ومراية صغيرة على التسريحة. خالد لمس السكينة وشاف مروة بتتصور سيلفي بالموبايل قدام المراية، وفجأة صورة مروة اللي في الموبايل كانت بتخطف السكينة من على التسريحة وتطعن بيها مروة الحقيقية. المراية دي كانت بتضحك ضحكة قذرة مليانة استهزاء. وأخيرا أوضة الطفل يامن اللي مكملش 6 سنين، أوضة مليانة ألعاب. مفيش مراية كبيرة هنا، بس كان في مراية صغيرة جدا قد كف الإيد متعلقة فوق سريره. خالد مد إيده بتردد للسكينة الصغيرة اللي في قلب يامن. الصورة اللي شافها خلت قلبه يقف. شاف يامن نايم في سريره، وفجأة المراية الصغيرة اللي فوق السرير نزلت لوحدها وقربت من وش يامن. صورة يامن اللي جوه المراية طلعت ايد صغيرة خنقت يامن الحقيقي لغاية ما مات، وبعدين غرزت السكينة في قلبه. المراية دي ما ضحكتش، المراية دي بصت لخالد مباشرة، نظرة باردة جدا. خالد رجع لورا خطوتين ومن الرعب وقع على الأرض. الرعب سيطر عليه. ده مش بني آدم، دي مش جريمة طبيعية. محمد اللي كان واقف وراه شاف اللي حصل. خالد مالك؟ ايه اللي حصل؟ محمد البيت ده ملعون، المرايات دي. خالد ما كملش كلامه. في يا خالد اتكلم. محمد زعق فيه وقال له كده، المرايات دي بتقتل، في كيانات مرعبة جوه المرايات هي اللي قتلتهم. كل واحد منهم اتقتل على ايد انعكاسه في المراية. محمد بص لخالد كأنه اتجنن. ايه الهبل اللي بتقوله ده؟ انعكاسات ايه؟ احنا في قضية قتل يا ابني، مش في فيلم رعب. صدقني يا محمد، المرايات دي بيطلع منها كائنات مرعبة، دي بتقتلهم وتاخد مكانهم. المتهمين المقبوض عليهم مش هم أفراد العيلة. خالد كان بيتكلم بسرعة وأنفاسه كانت متقطعة. متهمين مين يا خالد؟ مفيش متهمين غير جثث العيلة دي، هم اللي ذبحوا نفسهم، هم اللي ذبحوا بعض وخلصوا على بعض. لا، هم ما ذبحوش بعض، اللي قتلهم هو القرين بتاعهم اللي ساكن جوه المراية في كل بيت. في كل واحد مننا ليه قرين جوه المراية، بس المرايات دي بالذات مسكونة وبتطلع القرين وبتخليه يقتل صاحبه. خالد أمن على الأرض، صوته كان أقوى دلوقتي ومليان قناعة. يا ترى سكان البيت دول كانوا بيعملوا ايه علشان قرينهم يقتلهم بالشكل المرعب ده؟ هل خالد هيكون عنده حق؟ وهل فعلا الحزن الكتير غلط علينا؟ وممكن القرين الخاص بكل واحد فينا ينشط لدرجة انه يقتل؟